كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الغسل قضوة عندك. الغسل لغة هو نيتشر لغة تحت المعنى هدو سيلان الماء على البدن مع الدلك خي ليلردو إز ديغتيحا مع الدلك تويز براتيراتيش ديها هرجو واجنم دو سيلان الماء خي ليلر خي قاتر يعني تعبا وشنا لا مزويتش نعقو قونا تيد شكيوك تحيوكش خي دات سار تحيوكش تيد شكيوك دو يتونا مسح أول خي تتو خي تاني كيوكش حكر إي غسل شايلردو غسل بوغا خي ليلردو إذا بيدر تحا تحكم مع الدلك شرعا هدو إذ إفراغ الماء الطهور على جميع البدن بنية رفع الحدث إذا تنخي تدوه تردو إذا دولو ديغنا نية تدوه جندو ليتر هوليليس تيرده قرات نية تان موجبات الغسل انتي ليتر تدوه جوشترهمنش موجبات الغسل يا مدرمي عندي أختي ليتر واجب ديشترهمنش دوحانك خروج المني متدفقا بلذة إذا مني ورا الآري على بورشتغن متدفقا تحقى متدفقا الجي نابورت بلذة تويسا مرزوخة آلوش بجماع يقمت كليليرسا أو احتلام يغنى برتا لقوله صلى الله عليه وسلم فيمر أهلا دلا الماء من الماء تويس خيخدو تويس ليتر ادوجر دورش دوج خيخدو تويس منيخدو رواه مسلم. ولحديث أم سليم رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ أم سليم قال لا يلتنج عليه الصلاة والسلام تاقى زوجون ليتر يدوجي تنا غانا برجيتش ويسنا برخا يقمت كلير وشكيتش قال نعم فيملرها إذا رأت الماء نجح سنسنا خيجح تويس مني يلجح متفق عليه شولا بلا شولا ضلهما ريتشارد إدوارد رشطل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال إذا تج بيحكي متجا زوج بيحكي متيجو يا إذا ولو لم يحصل الإنزال إذا واسود رسخ الله احتجا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر أهلا إذا قعد بين شعبه الأربع ثم مس الختان فقد وجب الغسل نجا حسن اسبي كوغان يوقع خيجتك تو اسبو شتك وزحا زوجن سوق ميتك لي تبوغدو سولتاح سن ختان إذا بيحكي ميتك زوجن بيحكي متك تاج بيحكي ميتك حكي الجي وزا حكي البوشي موشتك الدخول فقد وجب الغسل لي ترداد وجهتن وفي لفظ كيج روايته كيج لفظا كهلا وإن لم ينزل شاء واسودر تنسخ الله قال وضرهما ليجر يدوز وشتلا الحيض والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض فاطمة أبو حبيش سن استحاضة هدرتن حيض سهولش استحاضة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تو يلتنج عليه الصلاة والسلام خاترتن على فقال يلتن على ذلك عرق وليست بالحيضة إذا لزرنت إيدو إذا حيداتس فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة حيد أدأتي لا مزدته وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي حين حيد دعداجي يتنزي دعداقية صوتح لا مزدي حديث عائشة رضي الله عنها حيد ليتر يدور وشكلر تندلير عائشة ديزن حديثتو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل. يلجنو أمر دير حبيبة هو سمنانيزة ليجأل. وتبالغ الحائض في ذلك الرأس، في دلك الرأس، في غسلها، في غسلها. حائض قشي كورت ديك خيقوتيتوش كورت ديك حقبش خيقوتيتور دوتسوشا ليوتوش خينح. وقت غسل الحائض إلى غسل الحائض حيض دول شوزد إمتلي تيزة. الواجب على المرأة أن تغتسل بعد انقطاع الحيض. واجب زود شندح دقا تي ست شلتها لي تيزيس حيض عداية شلتها. فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح غسلها. أما إذا لي تيجي يزود تاني اللي حلقة حيض عدا اللي حلقة تن ليتر لورور دات، لقوله تعالى لدال باخنديلا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. يعني قال ما هو اشتن بلت اشتن بلشي تطهرن بوك وزحا ليتش تشبو ما عنده تأقى تارسيق ما تكليليا قال قوة. ديو الغضل هما ليتشرت يدوج واشتلو النفاس نفاس هدو، وهو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو 3 ومعه طلق. إذا دوزل هو دنيا توالرت دولشتول زوجن خلشتول أو بعدها يا دوزل هو دنيا توالرت خلتنس دنيا توالت هنا يا دنيا توالت خلتن يا شيده يا قده حال خلتنس. تاقا إذا تيدو إنك أستشتلش. أما الدم الذي يخرج أثناء الحمل أو آخره بدون طلق، أما تن دوزل خوتوخ يولوش يخش دول تيتو سيبير دونينش دال داس دونينش تاقا شي دوزل خوخ يولش تن يدوخش دول تي يا يتن خيل يرودش خيل جرق دوش دولش خينا حا دوخش دول إذا لورش دات دم نفاس فهذا ليس بدم نفاس. إذا دم النفاس لورش دات بير دونين تاج دوش دوجو تينخ لورش داتيس تضو لقاها شيد قد حلقة تنديتشي نفاس لور إليرتسو قز لخح أو آخره بدون طلق فهذا ليس بدم نفاس بوت. كان سيتون بيردن تولش تحرو خين أحسن دونين دالشي تويسيت دالشي إذا نفاس دات بوت مو كيتويس بس لقاها معه طلق بوت تويسا إذا بولشي بيردن دوزل خوش خلش بولش خليسون يتي دوش كانت نفاس نوريس أنا أحسن ناس يبول ياسحة طلق يعني ألم الولادة اللي بسبب الولادة أو بسبب الحمل يا تحسن نفاس تاتيز با تونسى بلغة ضيتي نفاستي. والدليل على وجوب الغسل منه أنه نوع من الحيض. دليل لا نفاس ديتشي ويزال دليل هدو إذا حيضة تعدى قطويس. ولهذا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام اسم النفاس على الحيض. سندر بامر عليه السلام نفاس سخ حيضة نفاس له بقول لعائشة رضي الله عنها لما حاضت
عايشة حيض خلج هنا حجدل شنا بايمر إيرتون لعلك نفستي هو النفاس دوئل نفاس وذا حيض بوم يعني هدو من الشي عايشة إذا ديوزا خوش خليات زون ديلا حيضة سعداق دولان ديل نفاس حيد سنة ليشرت أدوج رشتيس. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض إذا عالم نخيد نغلاس منين يولشمدو إذا نفاس خيل شوتها حيض خيل سنة ليش ويشخلر يال خلطول هما الموت ولر تويس بقيولدلهم إذا ليشرت أدوج وشمدو والوجوب فيه يتعلق بالحي إليشر واجب خلر إذا دينو تنتسو هذا ندويس لأن الميت انقطع تكليفه بالموت وندعج ولغ تنت أدوجر أبيز الناس ولر دعدال فيجب على الأحياء أن يغسلوا موتاهم تندير دين بولشارنا أحدو بلش ليجبه والدليل تندليل هدو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته تاقا يلت تخوينا شوي أرى تخصن يعلي توش دلوش سو إيدر يغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر إذا كوز ليتية يبقوز ليتية يتولدق خيتا سدرة عديت غشتقش وجعلنا في الآخرة كافورا تأحر إليت وجغينح تأحر خيخ يوقش إليت وشخيق وش سنديح كافور توه صحر جوش هم يتوش قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته بعرفة اشتبه مردوش أدليل دوتنا شيء أمكل وحشن كالخين والتاج عرفتع سنوقع فيمر أهلا يغسلوه بماء وسدر ليتوي إذا خيتا سدرة توي سدرة توخي سنخا حجة تستقخ ديك حجة متفق عليه. حكم تغسيل السقط انت بيرة ويكد الشيردق وإزليج درن حكم هدو إذا نفخت فيه الروح غسل لقى أحسن سكويل دلحتنا ليش وردو إبير وإن لم تنفخ فلا يلزم تغسيله سكويل إدلشي أحداث إليش در ونفخ الروح يكون ببلوغ الجنين 4 أشهر سكويلر كي راح دول جنين زرادش سنة خلا اتكي راح دول جنا بيبوت قاجرت استودوات ستين هون قص كرزن راسي وشو بروستو يسابوشر كي اتشاوه لدو إسلام الكافر سون دقدارة إسلام الكافر كرستق وبوسو بنت أي أشياء إذا ليش ورد يدوجوش منهدو والدليل تندليل حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر قيس وبوسو بنت أي أشخيناح يغشن سنق أمر ديرا خساء سدرة ليش رواه أحمد والترمذي وحسنه حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ثمامة سبوسو بدين تيج خينح يلشنو أمر ديرا تنقليج فاغتسل إزليتر وصلى ركعتين ركعة ديرتو أخرجه أحمد وابن حبان وهو صحيح. إذا فرز ليتر أدور وشتلا هم نشتر وهين صحيحينش. الأغسال المستحبة ليتش ديك دولشتلا سنة ليترش دو حرنق بعد تغسيل الميت ولق ليتشين توضح تويس أحدق ليتشي وتحونا ليتر سنته لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولق ليتشي نق ليتيله يدعوح نق يولق دعوح نق سلامز يسيل رواه أحمد والترمذي وحسنه.
من أفاق من إغماء قيتم تروال متوينك سواء إذا ليشر سنة لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يرجع تنخلق الشينح ويستمقر ودعلات تنخلق الشودحة سؤال أصل الناس ناخ لامز ديني قلنا لا أولر هاها وهم ينتظرونك يا رسول الله إيش حيوج بهيدي الإرج قال سؤال ضعوا لي ماء في المخضب شينا خضوة تيستو قالت ففعلنا عائشة بو أوخ إدير فاغتسل ليشريس ثم ذهب لينوء أي ينهض بثقل صوت حلقة ترئزة تويستا خل حلقتش لينوء الجيس حلقتش فأغمي عليه يهاكي تمتر ويرز ثم أفاق يهامت ويرز فقال سوئدر أصل الناس ناخ لا مزدني قلنا لا أوخ إيدر هاها تار لا مسدنا يشرح حوجش بوير هم ينتظرون قال اشتوى بيمر عليه الصلاة والسلام وضعوا ماء في المخضب دوت شين أخي تيستو فاغتسل سود عيوالي جريس قية أمتر المهت ويجي عليه الصلاة والسلام شوز ليجنا سندين باقو مستحبدو من أفاق من جنون مثلا سج قية أمتر والله حياق أمتر والله سود مهت ويس شي حياق لويزة سنة دو ليجر سنة قياسا على الإغماء قية أمتر والله واستقسن بس زين واستقنت قياسا فإذا شرع الاغتسال للإغماء فالجنون من باب أولى هي تمتر واج تو يستبس زاني واجي سنة ليشر مشروع خيلشي هي تمتر حيك أو ترواج من باب أولى دويس كل 7 أيام ففي الحديث المتفق عليه هو رأى وردينخ ليتر حق على كل مسلم بيامر با عليه الصلاة والسلام هو ربوسو بتغنج حقدو أن يغتسل في كل 7 أيام يوما هو وردينخ ليتر هو وردينخ بورتوي كير نخ تعز ليتر بوغدقيس هو وردينخ عندين ليتر يغسل فيه رأسه وجسده إتس ليتر يحشي كورتا ديو أدولوش سعيلوش دينا حاس اسكيران تحملوه دينا ليتش سالو تشكر مداليت ببرازنكم ليتش مليه الباخز ديك ببرازنكم ليتش معي كيرنا تصليتي ليتش باخ ويستحب تويس غسل الجمعة إشتا مستحب رزبان دين ليتر وقيل واجب دو ألا كما يستحب غسل العيدين إشتا شن عيد نعليت المستحب مخلر والمستحاضة لكل صلاة وعند الإحرام إشتا استحاضة تقدولش غزودة حيد دوتشا ويشتي تعتم قرنا يحيد دين وشاقي سونا تيو خشلا زودة تسنة لامز هور لامز إيستي اشتتسو أنه هور لامز إن إزليتشي إيل هور دينا إزليتشي هو لامزن تويس إزليتشر سنة مستحب دو يشتا إحرام ديوه كتخين أحلي ديوه كتخين ليتر إذا مستحب دو سنة صفة الغسل ليتران كتمودو ديوه حرنك النية والتسمية نية خلاء ديزحة بسم الله هذا ديزح غسل كفيه 3 شولودك قوز حياك يقدر لا ديزح قولونك غسل الفرج بيحكي محتاج لا يزح ديونيك الوضوء لامز يسردو كوضوئه للصلاة لامز يتشسن لامز يسر لامز يتشسن لامز يسر إيش نيسكردو خيونيك الحثو على رأسي 3 قوز كورتا خيدوتر حثو وكدو كيوغس حق يتش كورت يدوتشا إس كورت إقاجي تاريخي وتخليل أصول شعره شيء مشي أور مشتاق قوتشيتش يالهولونيك تعميم البدن بالماء
ضل ديغت خيقاتي تردو بدءا بالشق الأيمن أتو آور دعول بالله ثم الأيسر توضع آور والش. والأصل في ذلك إن سويديت دو تحت أسنا وهو ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. يوت عليه الصلاة والسلام جنابة لوت تخينح حلق شيك يقدرته، ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه. سود أتو كيوغت خيحة يوتي أرو كيوغ دوتي أرو كيوغ تتو يستشي بيحكي متك يولرتو ثاني ورسو. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. سود لامز يوتش مخلر لامز يوترتو. ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر. سود خسع يوتي إذا كورت إدو ترتو بألغش ثاني شيء مسش أورم شتخي قوتيتش حتى إذا رأى أن قد استبرأ تأقشات أن ولا الخيتشي حفن على رأسه 3 حفنات. توضع قوز اشتخيدو ترتو كورتي ثم كيوغس حايوتش. ثم أفاض على سائر جسده. توضع شيء كدع دولدية تخيدو ترتو. ثم غسل رجليه توضع شيء شيكوك بولرتو. وفي رواية لهما قيت رواية هالة ثم يخلل بيديه شعره شيشين كيوغثاني فقا مسش نيرغ يوغشة يقخي قوتي ترتو حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. أقشى أروى آلشي خيقاتيتن آلشي تورد خيقاتيتن آل شين خيتشي تود أحقوز تخيدو ترتو شين. صفة الغسل المجزي أقا ليتشرد دولشتو صفة هين سوى لك عديسنك إز دوزين شي سنة ساندر ودق ليتشر هون دولشة دول صفة مودو أن ينوي عنية تردو ثم يعم بدنه بالماء تود أدول ديت عيخي قوتيقا كورتها تولوش. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان جنبا ولم يصلي حديث صلان ديالا تستجى ليتشرد إدوش للامس دينسو فأمر إيرتون خذ هذا حقيقة ويسخي وأفرغه عليك حين تدوات إسان. أحكو مثلا خيشوت خيبوهات عن حلوة عجيس ولامس ليتشرد إير ديالي هون يدوش مثلا دوش كودعوة مثلا عن خيقاتي تقع ليتشرد إير ديالي هون. إذا صفة الغسل المجزئ دو نشاط. اذكر موجبات الغسل مع أدلتها. ليتشرد إدوار ورطلهم نشحاق دي دليل اشتا. اشرح باختصار صفة الغسل. ليتشرن كتس موغدو شرح دي دوتس. حكم الموالاة في الغسل ومن قال بأنها شرط فيه اشت يقخان سياليتر ليتش خينا يقخان سياليتر موالاة تعميجي تيريولش يقيلت 10 وجماني تسيولش موالاة أسلوبيو اللي تشكنا يوك خانسا ياليتر إيحاء ألا إذا آل تسي حكم هدو تن حكم هدو إيحاء ألا آل تسي شرط دات حاء ألا دلع دو دلع حاء ألا بما يفارق غسل الحيض غيره. غسل الحيض غيره تاقا حيض ليتر قيتنا هودين ميتو من ساكا استشتويس جمع تجايتسا صدق جميل والحمد لله رب العالمين.